هنا راح أنا أحكي بالإحصائيات وأنتم تصيروا الحكم. كجمهور راح يصير الحكم بالإحصائيات. راح أتكلم عن موضوع منتظر الماجد واللاعبين الأجنحة اللي جهة اليمين. أول لاعب عندنا حسن عبد الكريم، عنده 28 مباراة، سجل 10 وصنع 7. إذا إحصائية رهيبة. نجي إلى الجناح الثاني بيتر جورجيس. شوفوا لي الإحصائيات مال بيتر. 28 مباراة لعب بالدوري، 16 هدف وايضا 4 اسيست. فاذا تواجد بيتر جورجيس بالقائمه اذا استحقاق. اداء حاليا هو اقوى جناح عراقي من ناحيه الاحصائيات. الاسم الثالث الوافد الجديد احمد قاسم، وسعره 4 مليون يورو. اغلى لاعب عراقي بالقائمه. 13 لعبه لعب، سجل هدف وصنع اسيست. جي الى ابراهيم بايش، دمر هواي شغلات بالمنتخب العراقي. احنا بدال ما نبني وعلى لاعب منتخب وطني لازم يبني ويفرح الجمهور، هذا سوى العكس. نجي على احصائيات ابراهيم بايش وحتى هنا تعرفون الاحصائيات. اللاعب لعب 9 مباريات في الدوري الاماراتي، قدر انه يسجل ولا هدف ولا صنع. هذا بالدوري الاماراتي. اما بالدوري السعودي، روشن السعودي، لعب 12 مباراة، سجل هدف واحد من مجموع 22 مباراة بالدوري، مسجل هدف واحد كجناح هجومي. اما اذا جينا منتظر الماجد، منتظر الماجد لعب 8 مباريات بالدوري السويدي الممتاز. اوكي، خلوا ببالكم 8 سجل هدفين، وسجل هدفين في كأس سويد. يعني من مجموع 8 مباريات 4 أهداف مسجل كلاعب جناح. هو أفضل لاعب على مستوى الإحصائيات. المراوغة اللي شفتوه قبل فترة عبر لامين يامال بالمراوغة، كإحصائية لاعب جناح، كسعر، كقيمة، هو الأفضل من إبراهيم بايش. هذا الحقيقة والأرقام قدامكم. أنتوا تكلموا وأنا راح أبهو عليكم.